أول تعليق من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل كل ما هو جديد وحصري. علق رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي على النهائي المرتقب بين الاهلي والترجي التونسي، وادلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الاذاعة الجنوب افريقية منذ قليل. قال موتسيبي: قارة افريقيا والاتحاد الافريقي لكرة القدم على موعد مع مباراة في غاية الاهمية بين النادي الاهلي المصري ونادي الترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا. الجميع يتحدث عن الكثير من الأمور التي تخص هذه المواجهة المرتقبة، والجميع أيضا يريد إثارة المشاكل بين الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن النادي الأهلي المصري والترجي التونسي لديهم ما يكفي من الخبرات لتجنب مثل هذه الأمور، وأنا أعلم ذلك جيدا. سنعمل بكل قوة لإرضاء طرفين النهائي سواء الأهلي أو الترجي، وسنفعل ذلك طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم، وأتوقع أنها ستكون مباراة ممتعة، خاصة أن هناك فريق اسمه الأهلي المصري يتواجد في النهائي، وجميعكم تعرفون الأهلي صاحب التاريخ الكبير والمصنف الأول لحمل هذه الكأس. هذا من وجهة نظري، وربما تحدث مفاجأة من الترجي التونسي، لا مانع في ذلك. في النهاية نحن نتمنى التوفيق لكلا الفريقين.